تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجل الحق على لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، فأحكي لكم قصة أخرى من نوادر المحدثين، وهي تحت عنوان محدث طفيلي. وقصة ذكرها ابن جوزي رحمة الله عليه في أخبار الأذكياء. قال يحكي عن نصر بن علي الجهضمي يقول: كان لي جار طفيلي، وكان من أحسن الناس منظرا وأعذبهم منطقا وأطيبهم رائحة وأجملهم ملبوسا. وكان من شأنه أني إذا دعيت لوليمة أو مناسبة تبعني، فيكرمه الناس من أجله ويظنون أنه صاحب لي. فاتفق يوما أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن يختن بعض أولاده. فقلت بنفسي كأني يتخيل، يعني قال والله سوف يحصل هذا الأمر، كأني برسوله قد جاء، وكأني بهذا الرجل يعني الطفيلي قد تبعني، والله لئن تبعني لأفضحنه. فأنا على ذلك إذ جاء الرسول يدعوني، فما زدت أن لبست ثيابي وخرجت، فإذا أنا بالطفيلي واقفا على الباب قد سبقني بالتأهب، فتقدمت وتبعني. فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة ودعي بالطعام وحضرت الموائد، وكان كل جماعة على مائدة. قال: والطفيلي معي. فلما مد يده لتناول الطعام قلت ورفع صوته: حدثنا درسة بن زياد عن أبان عن نافع عن ابن عمر عن أبان بن طارق. قال: حدثنا درسة بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل سارقا وخرج مغيرا. فلما سمع الطفيلي هذا الكلام قال، يقول للجهضمي: أثبت لك عثرا وخطأ من هذا الكلام، فإنه ما من أحد من الجماعة إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه. أولا تستحي أن تحدث بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام، وتبخل بطعام غيرك على من سواك؟ ثم لا تستحي أن تحدث عن درسة بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث، بحكم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون على خلافه، بأن حكم السارق القطع، وحكم المغير أن يعزر على ما يراه الإمام. وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبي عن ابن جريج عن ابي الزويري عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهو إسناد صحيح. يقول نصر بن علي الجهضمي: فلم يحضرني له جواب. فلما خرجنا من الموضع للانصراف فارقني من جانب الطريق الآخر بعد أن كان يمشي ورائي، وسمعته يقول: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. قصة جميلة أحببت أن أشارك بها إخواني، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
تبسم 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 تبسم